في ظل الحملات الإعلانية الشرسة اللي بتعملها الشركات بدافع تسويق منتجاتهم، بيبقى من المستحيل على أي حد إنه يحافظ على فلوسه. والله فكرة تحويش الفلوس تقريبا بتتشال من القاموس. بس النهاردة هنقولك على 10 نصايح هيخلوا الموضوع أسهل شوية. وانت رايح الماركت وقبل ما تنزل من البيت اكتب قائمة بالحاجات اللي انت محتاجها كلها، ولما توصل خد قرار انك مش هتشتري اي حاجة غير اللي مكتوب في الورقة وبس. اكتر من 30% من الحاجات اللي بنشتريها بتبقى نتيجة قرار مفاجئ مش بتخطيط مسبق. صلح فورا اي حاجة تبوظ عندك. ممكن ناس تستغرب من النصيحة دي وتفتكر انها كده بتضيف تكاليف زيادة، لكن في الحقيقة تكلفة تصليح الحاجة اول ما تبوظ اقل بكتير من تصليحها بعد ما الاعطال تزيد فيها. مش بس كده، كمان ده هيطول من عمرها الافتراضي وهيخليها تعيش مدة اطول. افطر الصبح كويس. في دراسة اتعملت في انجلترا اكدت ان الاشخاص اللي بينزلوا من بيتهم من غير فطار بيضطروا انهم يلجأوا لاكلات سريعة ومش صحية. مش بس هتكلفك فلوس زيادة، كمان صحتك. عيد ترتيب دولابك مرة كل 4 شهور. ده هيوفر لك فلوس فعلا، بسبب انك اولا هتكتشف حاجات كنت ناسي انها عندك، كمان هتبقى الصورة واضحة في دماغك للالوان والاشكال اللي عندك، وده هيساعدك تشتري كميات اقل من الهدوم، او على الاقل مش هتجيب حاجة مش لايقة وتضطر تركنها في الدولاب. تعرف ان اخر دراسة اتعملت عن الاكل المهدر اثبتت ان 40% من الاكل اللي بتشتريه انت بترميه؟ ببساطة لو حليت المشكلة دي هتوفر مبلغ كبير جدا. فاحرص انك تشتري الاكل اللي انت متأكد انك هتاكله. الموضوع مش صعب. قبل ما تقدم على شراء حاجة كبيرة، عربية مثلا او تلفزيون او حتى ساعة غالية، استنى 48 ساعة، لان نسبة كبيرة جدا من الناس بتشتري الحاجات اللي بتعجبهم بدافع التحمس مش اكتر، وبيحسوا بالندم بعدها بكام يوم. فلو استنيت 48 ساعة بس، الحماس ده هيقل وهتقدر تفكر بشكل عقلاني الاول. لو انت من الناس اللي مش بيعرفوا فلوسهم بتروح فين وبتصرفها من غير ما تحس، اللي هو كلنا يعني، هات سكتش في اخر كل يوم او اخر كل اسبوع واكتب كل الفلوس اللي دفعتها ودفعتها في ايه. على اخر الشهر هتعرف ايه الحاجات اللي فلوسك بتخلص فيها، وهتقدر توزن ميزانيتك الشهر اللي بعديه. بصراحة النصيحة دي احنا مش جايبينها من كتاب او دراسة موثقة زي بقية النصايح، بس لقينا ان كل الناس مجمعة عليها تقريبا، وهي انك ما تفكش فلوسك. خلي فلوسك دايما من فئة 100 وال200. هتلاقي فعلا الفلوس مش بتخلص. مش عارفين ايه السر الحقيقة، بس بتجيب نتائج ايجابية. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة عشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة، ولو عايزنا نكمل ساعدنا ننشر فيديوهاتنا واعمل لها شير على فيسبوك وجوجل بلس، وكمان تقدر تشوف فيديوهاتنا اللي فاتت كلها من هنا.